بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم مستمعينا الكرام، السلام عليكم سيدة غزلان. وعليكم السلام كيف ورحمة بقيتي الله على وبركاته. خير؟ الحمد لله بارك الله فيك. صافي الحمد لله. نطلب من الله تكوني في أحسن الأحوال وانتي ديال كذلك والمستمعين ديالنا الكرام إن شاء الله يا رب. آمين. عطيادنا أستاذة، أنا محتاجة هذا الموضوع، أنا محتاجة وكلنا محتاجينه، اللي هو شنو نقول لراسي، شنو نقول لراسي باش يعجبني راسي. إذا مازال باغا تكملي في حب الذات. نعم، في حب الذات. داكوغ. بصح هو موضوع تنشت انه خصو يكمل. هو تتم الموضوع ديال الحلقه اللي لا هو خصو يكمل. علاش؟ لان احنا في الحصه اللي قبل هضرنا على الاغلبيه الجسد، يعني كيفاش تعاملي مع الجسد من نظافه، من اهتمام، من رياضه. قلنا الانسان خصو يتحرك وينفض وداك الشيء، وكذلك من حويجات، يعني نشري راسي حوايج. اييه كيما يكون عندي متوفر، ماشي ديما هي فولادي. الوليدات راهم تتلبسيهم دغيا تيكبروا، دغيا داكشي تيصغر. فهمتي؟ في حين انت اللي شريتي راه كيتهلا فيها وتفرحي براسك فيها. حنا ما نقولوش ديما، ولكن المهم على الاقل مره في الشهر الواحد يفرح براسو باللي قد على حسب هو ظروفه الماديه. واخا يتقيشرات نحسبها شي حاجه وكل وحده على حسب المستوى ديالها، يا تقيشرات يا صفيبط يا بويجما، لا تتعجبها بويجما، يا كسيوه. وماشي ضروري حتى في الدار تبقى ديك المراه هي البيجامات. صافي البيجامه كاع نديرها انا فوق قياس ديال الشغال، ساليت الشغال صافي نغسل يديا ونطرف ونمشي نلبس حويجه تعجبني نجلس بها. شحال هادي الناس ديال الزمان شنو كانوا، سبحان الله، راه حنا ما عرفتوش غاديين في التطور ولا في التدهور. كانت تبارك الله دير اللبسه ديالها لبسه وتخمال بلاستيك، وتبارك الله تتنظف شغالها بديك اللبسه هكاك ما شاء الله. وكانت ثقافه عاديه. دابا كانوا سراولات قندريسه. انا العقل خويا الله يرحمها. يعني كانت زوي. دابا هذيك العيالات كانوا محطوين براسهم اختك. والله الا كانوا فنين تبارك الله. ومنهم تعلمنا الصماق والتاويل، لان كانت هي مسمقه في راسها ما تعرفش تعطيك الصماق تبارك الله. لان شوفي فاقد الشيء لا يعطى. الا كنتي انت تتناسقي وتقادي ولادك بلا ما تقولي لهم غادي يطلعوا تيناسقوا ويقادوا. لا كنتي ما ديهاش في هذاك الجانب غيطلعوا حتى هما مساكن يداو فهمتي. وخصوصا هذه الناحيه راه ماشي زعما يكون فيها تكبر، لا، ان الله جميل يحب الجمال. يعني الجماليه في الملبس وفي الماء. احنا هي الماكله ما تنقولوش العين تاكل قبل، يعني داك البلا ملي تيكون مقادد ولا اختيارات مقادين، ولا كل واحد على قد جهده، ولكن يقدر يدير ما العين يعجبها. كانت واحد صاحبتي بلا مبالغات، كانت واحد صاحبتي وفعلا دابا جابتها الوقت باش نذكروه. كانت كتقول لي انا ملي كنحط يعني لولادي وكلشي كنصمق، في حين مثلا انا بغيت نوض غير نكريونطي وشي حاجه، قالت لك لا كتنوضي تاكل غير مكسرونه. علاش؟ باش ما تحطش في الطبسيل، تغسل الطبسيل وكسرونه. ايوا اذا وجهات الكسرونه لا نحط لا في الطبسيل حتى انا وناكل، لانني انا كنصح. لا ومنين جبتي هذا الموضوع الكيسان الفنين، الضياف، الغطران الفنين للضياف، انا والله ما تنخلي داكشي للضياف. ما يتسالك تظن كي لاحظتيها. انا داكشي اللي ربما واحد اخر يديروا للضياف اختي انا اولى به. نعم انا مع الضياف. هما تيجيو غير مره. واش انا نبقى نخلي داكشي مرهون؟ ربي رزقولي باش نخلي انا الضياف؟ لا، نحط فيها انا نتمتع به الاولى، رزقي هذاك. وحتى هذه القضيه ديال الملايات، الواحد يلبس احسن ملايه عنده تغطى بها هو. فهمتي؟ ماشي نخبع داك الشيء كله للضياف يعني بصفه عامه اي حاجه ناخذها انا راسي انا عاد نعطي للاخر، لان هذاك غيجي غير مره ما يمكنش هاد الحاجه تبقى مخبعه له حتى انا ربما نموت ولا ما عرفتش شحال رزق داك الشيء. تمتع برزقك بها. واما بنعمه ربك فحدث، يعني تبان عليك. بالعكس هذيك راه الشكر ديالها انها تبان عليك، فهمتي؟ ماشي لواحد الدرجه تبان على عباد الله، ولكن المهم اننا ما طلعش الميزان. ديما نرجعوا للميزان. دابا نرجعوا نقولوا قلتي شنو نقولوا لراسي ملي غنوض في الصباح مثلا. حنا قلنا اصلا الله سبحانه وتعالى ذكرنا في شي حلقه من الحلقات ان التعامل مع الناس تضد ديال التواضع داكشي، يعني بالحسنى. وقلنا قولوا للناس حسنى. ياك الا كان ربي امرك تقولي للناس حسنى اللي هو خارج نطاقك انتينا، فماذا بنفسك؟ فما بالك بنفسك.
الا كان شي وقلناها في خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. نعم. وانا قلنا خصنا نكونوا خير على ديالنا وعلى الناس. نعم. وانما فين راسي هو البدو، هو الاول. فهمتي؟ انك غادي تقولي كلام طيب لراسك. نعم. بعدا ما تنفهمش انا وحده تقول لك انا قبيحه، هذه راه ماشي معقوله. نعم. ماشي شنقول لك ديال راكي فنا وغزال مابقى نشكرك كنا زوينين. نعم. كنا على ربي قال ما قالناش ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. هذه كافيه. ملي تقولي انا قبيحه شنو معناتها؟ ربي ما عرفش يخلقني. لا يد بالله، لا يد. واش فهمتي الغلط اللي تنديروه؟ نعم. وانتي منين تعترفي بخلق الله ديك الساعه غادي يبان لك في المرايه تشوفيها بصح. نعم عندك الحق استاذه. واللي تيتبدل وتيبقى يقولها سبحان الله. شفنا بزاف ديال الناس دايرين بيا ملي تتبدلي الهضره تيتبدل وجهك. وجهك في المرايه تشوفي واحد اخر. نعم. ومني تكوني من قبل تقولي انا ما عجبنيش راسي وانا هادي وتبقاي تقلبي في وجهك في المرايه كما لو ان عدو تتقلبي العيوب. عندي هاد الحبه باينه وهي ما بايناش خصها ميكروسكوب. فهمتي؟ شفراني ما مقلوبينش، حجباني هادي ماشي بحال هادي. لكن تتحقي في لي ديفو. شوفي الجماليه اون جينيرال، شوفيها بصفه عامه. داكشي بحال ملي تشوفي واحد الكادر بحال دابا واحد لافي انا كتشوفي جبال وبحر وداكشي، ولا قربتي الجبل غادي تشوفي غاره، تشوفي حنشه، تشوفي ولكن انت تشوفي الجماليه كلها. فهمتي؟ لان ما رحناش في الجنه. ضروري كاين شي امور باش تحقي انت ديك باش تقلبي عليها باش تحطمي نفسك. والله العظيم صافي. الانسان شوف لا هو قلنا حق الله هو الاول، عاد حق النفس، عاد حق وربي قال لك هذا حق الله انك تامني به. نعم. باللي قال لك ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. صافي الانسان وقال لك فسبحان الله احسن، فتبارك الله احسن الخالقين. احسن الخالقين يعني داكشي اللي خلق شنو احسن ما كاين. نعم سبحان الله. وخلي اللي كاين كله هو من خلقه. ولكن يعني ربي تيحسن. لكنا حنايا ملي تتمشي نتينا كبشر تتبغي ديري واحد البلا ولا تتبقاي تبدعي فيها باش تحاولي يجي زوينه، ولا شي كاطو خصوصا تبقاي تزوقي فيه باش يجي منظر زوين. انتينا هي عبد من عبيد الله. هو المبدع، هو الخالق، هو المصور، هو البارئ، هو اش غادي يخلق. اكيد هي تصوري مثلا كان داير لك منخارك من فوق عينيك في الخلق، فهمتي؟ ولا فمك بصح من فوق عينيك. ربي راه خلقها بواحد التناسق. نعم سبحان الله. خلقها بواحد التناسق عجيب. سبحان الله العظيم. سبحان الخالق. اذا هي هذه الايه اتبدل لك نظرتك لنفسك. نعم. تصوري يدينا ما جعلهاش طول من واحد الحد، كنت تباني بحال القرد. لا كانوا يديك طوالين، فهمتي؟ لا كانوا رجلك طوالين على ذاتك. وهذا ربي كله خلقه مقادر. وانت الا بغات تعيبي تخرجي فيه حيت المرض كاين لداخل انا خصني نخرجو. ها انت الا قلتي داكشي شي حاجه لداخل صلحي لي لداخل، اللي برا راه مزيون. نعم. الكادر عطاه لك نيشان مزيان. والله الا عندك الحق استاذ. الشيء منين كتكون ديك الفكره ديال الداخل ديال انا زوينه، راه انت كتشوفي راسك زوينه والاخر سبحان الله هذه الصراحه الله نقولها انا حيت انت اللي علمتينا. لان انا دزت بهاد التجربه ملي كنت صغيره ديما ما حاكماش على راسي لا زوينه لا قبيحه، وغالبا لا قلت نقول لك ماشي بزاف عاديه. فهمتي؟ وانا ما كانش عاجبني راسي. مع الوقت سبحان الله بحال يلمس هذه المساله هذه ديال ربي خلقنا وانا جالسه تنقول ما زويناش، راني زوينه ربي اللي خلقني. وخصوصا كنت سمعت واحد من الصالحين الاحنف، واحد من التابعين ولا المهم من الصالحين، المهم من العلماء ولا سميتو الاحنف، كان رجلو فيها شي عيب في سبعانو. جا واحد قال له يا احنف ان في رجلك حنف ولا شي زعما شو رجلك معوجه. قال له ان كل خلق الله جميل. سبحان ان كل خلق الله جميل. سبحان الله. بقاتيني داك الهضره ديالو في بالي ما بغاش تزول. يعني الاخر شافها عيب في رجلو، هو شافها جمال. سبحان الله. حيتاش هو مآمن ان خلق الله كله جميل. نعم. دونك مني بقيت انا هذيك الهضره سبحان الله ملي سمعتها ما غاش تزول من بالي. سبحان الله. قالوا ان في رجلك حنف، قالوا ان كل خلق الله جميل. سبحان الله. تما تبدلت لي انا النظره.
وانا شايفه نفسي كما كنت نشوف نفسي من قبل. هي الفكره ديال ان خلق الله هذا، خلق الله جميل، خلق الله زوين. نعم. وفين ما تشوفي في شي وحده ولا واحد تنقول ما شاء الله تبارك الله، فهمتي. وكاين من زمان اللي تشوفي سبحان الله كاين شي واحد ربما الملامح ديالو من بعيد اجيك عاديه، ولكن كل ما زاد هضر وتيزيد لك تيزيان. اذا مخبوء تحت لساني. لا كاين اللي كل ما هضر عاد تيزيان، لانه هو زوين اكثر من داك الجمال اللي على وجهه، زوين من الداخل. تيزيد كل ما هضر تيزيان لك في وجهك، فهمتي. دونك الجمال اصلا تيبقى نسبي، كل واحد كي تيشوف. ولكن انتينا لو كنتي حامد الله على اللي عطاك غادي تشوفي داكشي في حياتك، غادي يبان لك وغادي تكون نفسيتك زوينه. لان اون فوا تكوني شايفه راسك الحمد لله زوينه ومعترفه ان ربي خلقني الحمد لله ما نقصني والو، شوفي مثلا هادو سبحان الله العلي العظيم اللي تيمشيو لعمليه تجميل، هي ما كانش عاجبها راسها في شي حاجه، مشات دير عمليه باش تبدل داك العمليه. كان يمكن لك ما تحتاجيهاش، هي انك تبدلي لي لداخل وتبدل لي برا. سبحان الله، فهمتي ولا لا؟ ولكن ها هما تيمشيو لعمليه تجميل وتتبقى ما راضياش. علاش؟ لان الداخل مازال ما تبدل، فهمتي. وتزيد تنفخ عمليه من عمليه حتى في التالي تيبقى تشوه، تتولي تشوفيها تتخلع. خصوصا ملي تيزيدوا يكبروا صافي داكشي بحال نفخوا في الشتيها. هادشي كل وعاد وحده اخرى ما شاء الله تجبرها من اهل القران، وهذا كبيره ما شاء الله، والوجه منور ومجبد وداكشي شوف اللي حافظ على الجمال الرباني اللي قال ربي اللي عطاه ربي وحمد الله عليه وشافوا من خلق الله وكل جمال، غادي يتساد جمال بجمال. سبحان الله، فهمتي. اذا دائما نخدم على الجوهر، لان الا كانت الحاجه نقيه من الداخل راه غتبان من برا نقيه. وعاد نقول لك اكثر من هكا، كاين واحد العلم ديال علم الفراسه وقراءه الوجوه. انا قريت فيه شي شويه وكنت تفاجأت بالمعلومات ديك الساعه اللي تنقول كيفاش. دابا لا، دابا امنه بها. شنو قال كاين شي بحال دابا وجهك يا مدور يا طويل يا حجبانك طالعين يا هابطين، كل حاجه في وجهك ولا في ذاتك، خلينا دابا في الوجه، هي علامه على شي حاجه في شخصيتك لداخل. مثلا عيني صغار، منخاري طويل، شنايفي كبار، هذاك راه غاديه على شي حاجه في شخصيتك انت. انا بغيت نبدل ديك المساله، هنشوف هذيك شنو معناتها والمقابل ديالها اللي انا باغيه شتي تكون نفسيه بدلي. واللي هذاك السيد واحد الدكتور اللي كان هضر على واحد المصري اللي قال لك يعني ناس كان عندهم واحد الملامح في وجههم، ودابا تلاحظوا شي وحده تقول سبحان الله تبدل. هو شنو تبدل؟ دار عمليه؟ لا، كان شي واحد بصح ملي كنتي تتعرفيه صغير كان طيب بزاف، كانت فيه واحد الملامح خاصه تتشوفيها. منين كبر واحد المده وليتي شتي تتشوفيه هو ولكن تتقولي تبدل لانه طبعه تبدل. اذا دابا ملي كيتبدل الطبع ديالنا في شي حاجه تيتبدل حتى في الوجه. سبحان الله، تيتبدل في الوجه. اول مره نعرف هذه المعلومه. انا ملي عرفت قلت كيفاش هذا كيتبدل في الوجه. مثلا المنخار كيتبدل والذره د وجهك وحنا تنلمسوها، ولكن بحال ما عطينش وقتها في التفكير، فهمتي. ديال انها كيفاش هذاك تبدل. ولا شي وحده تتقولي تبارك الله ولات غزاله، كانت ماسخه وتبارك الله دابا تبارك الله ولات غزاله ولات فنه زيانه. حنا كاع كنمشيو نسولوا واش دارت شي كريم، واش دارت شي حاجه، واش دارت لا هي لا شي تا لابو ديالك راه خصها زويته وهذا، ولكن ما كاين شي وحده تدي عندك شي حاجه لداخل خصها تصور. ربي قال هذه آية حاكمه، إن الله لا يغير ما بقوم. أي حاجة فيك بغيتيها تبدل حتى يغيروا ما بأنفسهم. التغيير تيجي من النفس، وداكشي اللي في النفس يتغير يا على ذاتك يا على علاقتك بالناس يا على حسب شنو عندك لداخل. هادشي علاش حنا في التزكية باش نزكيو نفسنا ما نحتاجوا عباد الله لا الجميل ولا الكريمات ولا العكاكر ولا المكياجات. تكوني غزاله تتشالي هكا لان الجوهر هكا. جوهر سبحان الله
فهمتي. فهمتك. والثقه في النفس راه ما تجيش بانني نقول ولا نزيد نبين بمكياجات، كاين ديك العنايه قلنا الخاصه. نعم. فهمتي. نعم. يقدر راه بابسط ما كاينه تولي ما شاء الله عليك. علاش؟ لانك خادمه على الجوهر. لو ان الجوهر ما كاينش غادي يبقى ديما باين لك عيوب. تنتمنى تكون الفكره لا وصلت. الفكره واصلاني، ونطلب الله حتى المستمعين ديالنا تكون وصلاتهم إن شاء الله ويطبقوا. هذه هي الحاجه اللي تنقول. إن شاء الله. انا خديت واحد الحاجه نطبقها، لان حنا الحمد لله في هذه القناه الذكيه كنصلحوا الجوهر والمظهر مع بعضياتهم. اذا الحاجه اللي سمعناها نمشيو نطبقوها على بعضياتنا على نفسنا. وهي واكيد تتوقع لك تراكمات ديال المعلومات، وبالعكس تعذبك ماشي تساعدك. وهذه الحصه حنا مازال هضرنا غير على كيفاش تشوفي راسك زوينه شكلا. نعم. مازال ما هضرناش شنو خصنا نقولوا لراسنا. هذه خليها على الوضع اخر ان شاء الله باذن الله. شكرا لك استاذه غزلان على المعلومات اللي دائما معك مثيره ما شاء الله. حاجه كتجبني الحاجه. بارك الله فيك. الله يكرمك لا يخطيك. ودائما الشعار ديالنا هو الحاجه اللي كتخرج من القلب تتوصل القلب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.